بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. ازاي اعمل داشبورد زي ده كده؟ لما انا كده اضغط على الزرار ده يبدأ ويغير لي في الارقام اللي هنا مثلا، وكمان في الداشبورد. الموضوع سهل وبسيط. تعالى معايا كده. هنيجي هنا، اللهم صل على سيدنا محمد، وليكن مثلا اخد دول كده كنترول سي كنترول في هنا، ونفس الفكرة دول كنترول سي كنترول في، والكومبليشن دي كمان هاتها. جميل. تعالى هنا كده، كبر ديت. الموضوع سهل وبسيط جدا. صلى على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. اول حاجه هنعملها ان احنا نجيب الزرار. هنروح هنا على ديفلوبر، او ممكن فايل، اوبشن، نروح هنا على كاستمايز ريبن، ونفعل قائمه ديفلوبر. جميل جميل. هروح هنا على الديفلوبر، نبدا نجيب الزرار. هروح هنا على انسيرت، نجيب اللي هو التشيك بوكس بتاعنا، الزرار الجميل، اضغط عليه واضغط لي هنا كده. حلو. كبر ده كده شويه، وروح معلم لي هنا كده، علمني على كده، واضغط ديليت، عفوا ديليت. حلو. تعالى هنا نبدا نظبطه. اضغط بره ضغطه، كليك يمين، بعد كده يبدا ايه يحرك فيه. كليك يمين على الزرار. طب ليه كليك يمين؟ عشان لو رحت اضغط كده هيبدا ان هو يعلم لي عليه بس، صح وتشيلها، صح وتشيلها. كليك يمين عشان تفعل الزرار كده. طب حلو. طيب انا عاوز اربط الزرار ده بالخليه، اعملها ازاي؟ الموضوع سهل وبسيط. كليك يمين، نيجي هنا على فورمات كنترول، نروح هنا كده على كنترول. شفت انت سيل لينك؟ تعالى لي هنا على العلامه الزرقاء في احمر ديت، اضغط عليها وعلم لي على الخليه واضغط انتر واعمل اوكي. الزرار ده كده ارتبط بالخليه دي. هاجي هنا، انا هاخد ده كده كوبي، وهنا كده في المكان ده هنا كده كنترول في، وهنا برضو كنترول في، ولكن الزرار ده مربوط بالخليه ديت. هاجي هنا على الزرار ده كده، اضغط كليك يمين، فورمات، اروح على كنترول، اجي هنا على علامه احمر فازرق، وابدا اعلم على الخليه، انتر، اوكي. لو جينا هنا كده هتلاقي الزرار ده بقى على واحده، نفس الفكره، كليك يمين، فورمات كنترول، نغير الخليه بتاعتنا الجميله، اضغط الخليه ديت، انتر، اوكي. كليك يمين، فورمات، غير الخليه، كليك يمين، فورمات، غير الخليه. جميل. الموضوع سهل وبسيط جدا. كليك يمين، فورمات كنترول، نغير الخليه، كليك يمين، فورمات، غير الخليه، كليك يمين، فورمات كنترول، كنترول، تعال نغير الخليه. حلو. الموضوع سهل وبسيط جدا. باجي معنا ده بس، فورمات كنترول، غير، انتر، اوكي. طبعا لو جينا هنا هتلاقي كل واحده بقت لوحدها. طب حلو، جميل، جميل جدا. هنيجي هنا نستخدم اعمل اللي يساوي، وهنستخدم كاونت اف عشان نعد الخليه اللي فيها ترو. اي حاجه عليها علامه صح اديها لي. عليها كاونت اف، هتقعد تعلم عليها بالماوس وزرار تاب، علمني على الخلايا، الثلاث خلايا دول، واعمل كوما واكتب ترو. اضغط على تاب علشان تيجي، وبعدين نقفل القوس، وبعدين نعمل علامه على، ونستخدم لا اما كاونت ايه، تعالى نستخدم كاونت ايه، كاونت ايه ديت، تاب، علمنا عليهم برضو، ونقفلها. تعالى هنا نعلم على دول كلهم مع بعض، ونخليها هنا علامه البرسنتج. يا اما اعملها من هنا، يا اما اعملها من هنا. نبدا مثلا نشد كده تحت. جميل. طبعا لو جينا هنا كده هيبدا يتغير. حلو. هنيجي هنا نستخدم افريج. ليه هستخدم افريج؟ انا لو استخدمت داله الصم، اوتو صم مثلا من هنا، هيجيبها لك مثلا، تعالى هنا اعمل ده كله، هتلاقيها بقت اكبر، تلاقي مثلا 300%. لا، انا استخدم داله افريج. اعمل هنا يساوي افريج، تاب، اعلم على الثلاثه دول، شيفت، انتر. جميل. وهنا برضو نفس الفكره دي، عاوز اجمع الارقام ديت، اعمل هنا برضو ولكن بداله مختلفه. هستخدم هنا يساوي كاونت، كاونت اف، استخدم دول، شد دول، نعمل ترو، تاب، شيفت، نقفل، نعمل على، هتبقى على ايه؟ على الرو بقى، على الرو صف. على هنا روز اللي هي اخرها حرف الاس. جميل. علمنا على دول كده،
نقفل نقفل، نبدأ هنا نشد لحد الآخر، شد دول كلهم كده مع بعض وابدأ إيه ظبطهم. هنيجي هنا على الثلاث خلايا دول خليهم برسنتج. حلو، الموضوع سهل وبسيط اهو. طيب احنا كده عدينا المرحله السهله، هنروح للاسهل منها. هنيجي هنا نعلم مثلا على الثلاثه اللي تحت دول اللي هم 100%، ونروح هنا كده على انسيرت ريكومند تشارت، نختار هنا اول الشارت اللي معانا دي ونعمل اوكي. نبدا بقى نصغرها كده شويه، خليها هنا كده. شفت الموضوع سهل وبسيط ازاي؟ مفيش اسهل منه، الموضوع تافه. هنيجي هنا على علامه الزائد ديت، مثلا عايز تشيل اكسس، عايز تنزلهم، عايز تشيل تشارت تايتل المكتوبه ديت اللي مالهاش لازمه، الجريد لاين مثلا عايز تغيرهم براحتك، شوف انت عايز تعمله واعمله. طيب هاجي هنا على الداتا ليبلز اضغط لي عليها، حط لي هنا الداتا، لا انا عايز اخليها وليكن مثلا انسايد اند، يعني تيجي في الاخر هنا. حلو جميل. تعالى بقى علم لي على الليبل اللي عليها 100%. تعالى هنا نبدا مثلا نغيرها اللون، اي لون انت عاوزه. اللون ده مثلا شكله مش عاجبني مثلا، ممكن مثلا نخليه اللون ده. ونيجي هنا برضو نغير مثلا كده ايه، ممكن نستخدم اللون ده. حلو. تعالى هنا ايه نبدا نصغرها شويه. لا مش هصغرها، انا هاجي هنا دبل كليك على ديت، وممكن مثلا تضغط عليهم ضغطه تانية، او ممكن هنا شيل دي خالص، اضغط كده كليك يمين، اعمل مثلا فورمات داتا سيريز، يجي لك دي. تعالى هنا مثلا الفيل ده والبوردر، ولكن مثلا عايزين نغير البوردر بتاعها اللون اللي انت عاوزه. عايز مثلا الويتس بتاعه كبره شويه، واخد بالك كبرنا البوردر شويه. حلو، نفس الفكره. بقول لك الفيل بتاعنا سيبك منه، تعالى هنا كده الويتس هنا غيره يعني كده، كده ايوه جميل كده. حلو. تعالى هنا كده الفيل دي كده بقى، وليكن مثلا انا عاوز اغير الجريد ده، دبل كليك عليه، وليكن مثلا اللهم صل على سيدنا محمد، عايز اخليه منقط. حلو. عايز بس وليكن مثلا، تعالى كده خلي الواتس بتاعه وليكن واحد، كبره شويه اهو بدا يكبر معانا. حلو. وهكذا ابدا بقى غير في الحاجات ديت، وانت هتلاقي نفسك فهمت الحاجات دي. عايز مثلا تغير مثلا في الارقام ديت، مفيش مشكله عادي، ممكن عادي نغيرهم. اكسس اوبريشن، وليكن مثلا خلي دي كده واحد، ودي وليكن مثلا 2/10 ولا حاجه. تلاقي الموضوع كده عمل معاك شويه. خلي ديت مثلا صفر، والماكسيمم هنا خليه واحد، اللي هو بيقول لك ايه الباوندز. جميل. وهنا الميجور هنا خليه واحد، وهنا 2/10. حلو جميل. يبقى احنا كده غيرنا في الباوندز، وجينا تحت على اليونتس. حلو. اقفل دي بقى خالص بقى، ابدا بقى شيل في دي وغير، غير في ديت، وهكذا. الموضوع سهل وبسيط. شوف الموضوع بسيط ازاي. وبكده نكون خلصنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا.